ختاما، وفي بلدية بن عبد المالك رمضان في مستغنم لا يزال القربي أو البيت القديم شامخا وسط غابة بورحمة يحكي بصمته تاريخ حياة الأجداد البسيطة التي شيدت بالحجارة والطين والخشب. معلم تراثي يجسد أسلوب العيش التقليدي ويعيد ربط الحاضر بالماضي في رسالة واضحة تدعو إلى صون الذاكرة الجماعية والحفاظ على الهوية الثقافية. المراسلة لإبراهيم عثمان. في غابة بورحمة ببلدية بن عبد المالك رمضان بولاية مستغانم يقف القربي أو البيت القديم شاهدا على تاريخ الأجداد، حيث تتجسد ملامح البساطة في بناء شيد بالحجارة والطين والخشب. القربي يعني تاريخيا يعكس تقاليدنا، عاداتنا، ثقافتنا، وهو الذي كان يعتمد عليه الجزائري في حياته، في ترحاله، في حله، في كل شيء. وبالتالي نستطيع أن نقول أن القربي كان هو الوسيلة الوحيدة لهذا الجزائري لأن يبقى حيا يرزق ويعيش فيه طول حياته وطول مدة ما يعيش. هذا المسكن التقليدي لم يكن مجرد جدران وسقف، بل أسلوب حياة متكامل جمع بين العيش في أحضان الطبيعة وروح التضامن التي كانت تجمع العائلات تحت سقف واحد. وحبينا كذلك من خلال هذه الغابة نجسدوا التراث تاع المنطقة. المكان اللي رانا فيه هنا رانا أمام القربي اللي رانا خلفي. القربي هذا هو يجسد هذا التراث، لأن بياتنا وجدادنا والناس الكبار كانوا بكري عايشين في القربي. الجيل الجديد تاع اليوم ما يعرفش وش هو القربي، ربما يبقى يحكي مع باباه ولا مع جدو يقول له احنا كنا ساكنين في القربي وكنا نسقوا الماء مثلا بالقربه ولا نسقوا الماء من الحاسي، كنا مثلا نطيبوا الكسره في الكوشه تاع العرب، كنا كذا كنا كذا. الولد يبقى غير يتصور فقط. احنا حبينا باش نجسدوها ويشوفها يعني رأي العين كما يقول. القربي اليوم يحاكي زمن الأجداد ويمنح أبناء الجيل الحاضر فرصة لاكتشاف جذورهم العميقة في مشهد يعيد ربط الماضي بالحاضر، ويؤكد أن صون التراث هو صون للهوية وذاكرة الأجيال. نشرتنا تمت مشاهدينا، إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها.